أحمد شاعر سيد العلي دقاقي براواي الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى امتحان كان ويكيري أدوه بارجاري كسبي حاجة وراعي جاري كصوبة جاري وكي كصوبة عيو لوكتي بعد الرجاء وابك تاني هان وعايز لا لوكتا ولا جرا أنا لوكتي وحكد دلعت كر تجيب كهوستيسا إلا إربته إربته واجه حتى كر ولا كجهات لوكتي لفنا واجبت مكلوكتي هلب دوان بيهد ولذلك السياسة أي تهاي يارد بركة حق وراعي وأتي معه باش شارع وحلو قرتي تقاتير تب اسل بركة مجلس دقدقة بركة أطوي وحي سبيين وبريشن دقدقة وسبيين سيدا ماشاس دعياش غلو قار لأنه ناوى الله معلومات أو حرناي وحب الله يخونا دنا لوكتي واسبيين تطرقوا عيري سوح والمو وإنا ملب يبواتوي لقنا قال الحمد لله خير الله سيد اختارك يا علي لو يقول دغالين ترى أحمد إن شاء الله يقول دغالين لوكتي سوح والمو ملب يدهور نخا هذا ما شاء الله الحمد لله والله حنونك بقول وكررنا هاي ناوئين وابا اسكو إباغين الحمد لله دوافع عنه سيده هروك في عنه. تحدث عن حالة من الحالات الشائعة كتير وخصوصا بعد الإصابات الحربية والحالات الحوادث السير والطلق الناري واللي هي ضياع المادي بالأنسجة الرخوة soft tissue injuries. طبعا هاي الحالة اللي اجتنا من فترة شهر تقريبا من الإسعاف بحالة حادث سير مع ضياع مادي كبير بالجلد والأنسجة الرخوي بالساق والقدم مع كسور طبعا متعددة في القدم. طبعا تم العلاج الإسعافي في العمليات بالتنظيف الكامل للأنسجة المتموتة وطبعا مع تثبيت الكسور الموجودة بجبائر وعلاج خاص. وتابعنا هذه الحالة لمدة شهر منذ بدء الإصابة وبالضماد اليومي بخلطات خاصة مثل العسل مثل الكريمات المرممة للأنسجة بالمتابعة اليومية الدقيقة ومتابعة المريض الصحيحة طبعا والالتزام بالتعليمات من الطبيب. كانت نتائج الحمد لله ممتازة والآن نحضر لإجراء طعم جلدي لإنهاء هذه الحالة إن شاء الله وعودة المريض لحياته الطبيعية. الكثير من هالحالات بالمشفى كالكال وعم تعطي نتائج كتير مميزة الحمد لله وخلال فترات قصيرة وهالشيء مريح ومطمن بسبب كثرة الحالات. ومن قبل ما كان المريض يحصل على معالجة كويسة والحمد لله الآن عم يشوفوا هالنتائج وينبسطوا المرضى ويرجعوا لحياتهم طبيعية بشكل سريع ومرضي الحمد لله. waxaa inala jooga martiino ah walaalkeen Axmed Shaacir wuxuu dhaawac soo gaaray shil ah muddo bil ka hor wuxuu ka soo gaaray lugta bidix emergency department gaan ugu la keenay xaaladiisa hore iyo sidii wax u soo gaareen waxay ahayd si aan caadi ahayn. waxaa soo gaaray jab waxaa soo gaaray dhaawac aad u weyn wuxuuna ka soo gaaray lugta bidix qaybaha markano jabka uu ka soo gaaray iyo xaaladiisa sida hadda ay tahay alxamdulillah waxaa u sameynay qaliin emergency surgery oo sameynay oo qaliin ah waxaan xalinay jabkiisii caadiga ahay sidoo kale waxaan hagaajinay qaybihii kale oo soo gaaray jirka hadii ahleed soft tissue iyo waxyaabo kale alxamdulillah hadda wuu fiican yahay. muddo bil ah waxaan sameeynay dressing fiican oo sameeynay anagoo u isticmaalayno malab iyo maxaa la cream oo loo yaqaan mebo cream iyo antibiotic qaas ah siinay. alxamdulillah hadda wuu fiican yahay xaaladiisa tamaam waaye hadii ahleed dhaawici iyo jabki haddana waxa u diyaarinaynaa hadii ilaahaydmo qaybta xigta oo qorshaha labaad oo ah in aan u sameeyno skin graffiti oo markana maxaa la maqaarkii inaan dayactir ugu sameeyno ama dib ugu sameeyno hadii ilaahay idmo.